احنا بنرصد لكم ما يحدث في الساحة. ايضا خلونا نذهب للزواج من اجنبيات. الحقيقة قضية الزواج من اجنبيات في المدن السياحية قضية ليست جديدة. الجديد فيها ايه؟ انه الازمات بتتعدد وتتكاثر وتزداد. الازمات متعلقة بظاهرة اختطاف الاولاد. الزوجة الاجنبية بتختطف الأولاد طبعا بسبب الخلافات النفسية والخلافات الثقافية والفجوة الحضارية، بالإضافة إلى أنه السؤال هل هو زواج مصلحة؟ هتسمعوهم بيقول والله أنا بتجوز عشان أسافر للخارج، وهن يعني تتزوجن علشان تخلف. يعني هم عندهم مشاكل عديدة في مجتمعاتهم متعلقة بالزواج وبالإنجاب، فيمكن أن تحقق ذلك من خلال الزواج من المصريين. هو عنده أحلام أنه يسافر، وهي عندها أحلام أنها تخلف. بتاخد الأولاد بعد كده. هتشوفوا مجموعة من المآسي. ذهبنا إلى الغردقة وسجلنا هناك عن مآسي الزواج من أجنبيات ومآسي اختطاف الأولاد. ظاهرة زواج المصريين العاملين في المدن السياحية من السائحات الأجنبيات ليست جديدة، ربما الجديد هو تزايدها بشكل كبير في السنوات الأخيرة. زي أي شاب بحلم بالاستقرار وبحلم إن أعيش كويس، وده للأسف ما كنتش شايفه هنا في مصر في بلدي، وده كان شيء بيحزنني. ولكن كان الهدف الوحيد إن أنا كنت أحقق أحلامي هو إني كان أسافر. مفيش حل يا فندم قدامي غير هو إني أتجوز من واحدة أجنبية. حصل ظروف جواز من أجنبية ولمدة 5 سنوات، روسية من موسكو، فحصل خلاف بسيط في المشكلة وخدت بنتي وسافرت. كنت متزوج من واحدة روسية وعشنا مع بعض 7 سنين، وكان عندي طفل اسمه كريم. وفوجئت في مرة اللي هي حطيت لي سم في الاكل والكلام دوت وخدت الولد. سافرت كذا مرة روسيا على اساس ان انا اشوف الولد او اجيب الولد. طبعا اتقابلت مقابله كويسه قوي. ضرب عليا نار هناك، وفي محاضر محطوطه معموله في روسيا هناك اللي انا مضروب على عربيتي اكتر من 18 طلقه. حاليا انا اتجوزت عند محامي، ده اسرع حاجه الجواز عند محامي. وثقت عن محامي، بس مراتي حاليا حامل. انا متجوز لي 4 شهور ومراتي حامل في الشهر الاول، فسعيت ان انا اوثق رسمي على اساس ان انا ابني يبقى مصري، تمام؟ لان انا بعد ما هتولد عندنا في المستشفى مش بيعترفوا بالعقد العرفي اللي هو عند المحامي، فلازم توثيق رسمي في السفارة. فالمجال ان انا اروح اوثق رسمي في السفارة محتاج على الاقل 20,000 جنيه. سرعان ما تتحول هذه الظاهرة الى ظاهرة اخرى خطيرة ومخيفة، وهي ظاهرة اختطاف الابناء من قبل الام الاجنبية بسبب المشاكل الاجتماعية والنفسية واختلاف الثقافات. انا بقالي 3 سنين ما شفتش ابني. النهارده دخلت انا شهر 10 اللي جاي هتم ال4 سنين. ما شفتوش خالص يا فندم. النهارده عمره 3 سنين وشهر. كويس. شفته بس وهو عمره سنة. جات لي صور عن طريق الانترنت وهو عمره سنة، وبعد كده ما بعتليش اي صور تاني، وبحاول ببعت لها كتير ايميلات هي ما بترضاش ترد عليا، وغيرت التليفونات وغيرت كل حاجة. فين البنت حاليا؟ البنت انت مش هتشوفها تاني، وانسى كل ما بيننا، وانسى ان احنا متجوزين. انا اتجوزت واحد تاني روسي وهي على ذمتي. انا اتجوزت واحد روسي، وانسى كل ما بيننا. وانا بنتك هغير الديانه بتاعتها تماما، واسمك اتشال من على بنتك خالص، اتغيرت خالص. والسؤال: هل هذا النوع من الزواج يقوم على الحب والتعايش الاجتماعي التقليدي، ام انه زواج مصلحه؟ الامر الذي يتطلب منا التحذير من نتائجه، خاصة أن معظم الزوجات الأجنبيات يكبرن الأزواج المصريين بسنوات كثيرة. مآسي الزواج من أجنبيات في المدن السياحية بينجم عنها أيضا مآسي اختطاف الأولاد. التقرير ده إعداد أسامة سعد وتقرير محمد خاطر
وتعليق رغدة الشيخ. وقبل ما انسى تقرير سعد الصغير كان بتاع الزميلة نرمين القماح. وسينا رفح بيوت المصريين الزميل حسين القيم. وأيضا المنصورة الزميل مصطفى سطوحي والزميلة إنجي جلال، وتعليق الزميلة رغدة الشيخ. فاكرين يا عيال الصورة دي؟ كانت أحلى أيام. معقولة لسه عندك الصورة دي؟ ده أنا كنت بحبها قوي. شفت دينا شكلها كان عامل ازاي؟ إيه ده؟ أنا ازاي كان شكلي كده؟ مش بنشوفك ليه أونلاين؟ هتشوفوني كتير أونلاين علشان بقى عندي DFL من IM. IM مش بس خدمة إنترنت، دي حياة كاملة هتعيشها وأحلام كتير هتحققها. اوعى الدنيا تنسينا الأيام الحلوة. IM حياتك أونلاين.